جبت بضامة البنة، صدقت مصيفطة راجلي و15 عام ديال الحبس. انا اسماء، عندي 22 عام، عندي الباك ومن عائله على قد الحال. كان خاصني نخرج نقلب على خدمه باش نعاون راسي ونعاون عائلتي. من بعد ما رجلي يحفوا على الخدمه واخيرا طحت على واحد السيد خدام في التجاره. كان معايا واحد الانسان الله يعمرها دار، غير عرف حالتي الاجتماعيه وكيفاش عايشه وانني محتاجه للخدمه، قرر انه يخدمني. كانوا عنده خوانت بزاف ديال الهري وفي نفس الوقت كيبيع بالجمله. الهري هما المكازات الكبار اللي كيتباعوا فيهم المواد الغذائيه. بقوه ما وقف معايا في بزاف ديال الحوايج، كبر في عينيا بزاف، كان كيعجبني لواحد الدرجه ما تصوروهاش. هو كان مزوج وعنده ولادو كبار، ولكن كنت سمعت انه عنده المشاكل مع مراته. مع الوقت ولا كيعجبني وليت كنتمناه يكون معايا. علاش ماني ما نستاهلش؟ مالي شنو ناقصني؟ حتى انا كنت نستاهل نزوج بواحد لاباس عليه، وعلاش ما يكونش هو؟ كنت كنحلم بزاف وكان عندي امل. قلت اش خصني ندير؟ خصني نبدا نتهلا في راسي باش على الاقل ولي رد معايا البال. فعلا وليت كنتسلف الحوايج مع صحاباتي، وليت كندير المكياج. حتى لواحد النهار مشيت للخدمه قرطاسه لدرجه غير شافني عيني يخرجوا من بلاصتهم وبقى واقف كيطلع وينزل فيا. قال لي اش هاد الزينه، اش هاد الجمال؟ انا ما كذبش عليكم، فرحت وتزنقت. قلت لي لا والو، بغيت نبدل النيولوك. ويقول لي واش عندكم شي عرس؟ عندك شي سهره؟ تزيزنت وكون جبرت الارض كنت شقات وتخشيت فيها. حسيت براسي بحال زدت فيه واحد الشويه. انا ما كنتش كنعرف نلبس وما كنتش كنفرق ما بين حوايج الليل وحوايج النهار، حوايج السهرات والاعراس والحفلات وحوايج العاديين اللي كيتلبسوا كل نهار، لدرجه انني مشيت بصباط ديال الطالون قداش هو كله زقل لي. صافي من تما حلفت، قلت انا جداني لهاد الشيء كامل، تدات في راسي الشوهه واقيلا لا عيقت. من تما رجعت كنلبس عادي كيف ما بديت الخدمه اول نهار. هو غير شافني وهو يضحك، قال لي يا وشتي انتي دابا زينك طبيعي ولي زين واخا ما يعمل الاثنين. انا ملي سمعت ديك هضرته فرحت بزاف وحسيت انه بغى يوصل ليا شي حاجه، ولكن شنو هي الله اعلم. من داك النهار فيما يشوف شي حاجه زادت عليا كيشكرها ليا. مره يقول لي اش هاد الريحه الزوينه، مره يقول لي شعرك زوين، كل مره شنو تيعطيني واش تيقول لي. حتى لواحد النهار كنا خدامين انا وياه كنصايبوا في شي وراق على حساب السلعه، كنا غارقين حتى الودنين. واحد شويه ويشد في راسه وقال لي انا عييت بزاف، غناخذ واحد الاستراحه واخا 10 ديال الدقائق. قال لي الله يحفظك واخا تجيبي لي كاس ديال القهوه. انا داكشي اللي درت، مشيت وجبت ليه القهوه وعطيتها ليه. تميت غادي خارجه ويقول لي بغيت نسولك، ما عمرك هضرتي لي على راسك من نهار جيتي خدمتي معانا ما عاودتي ليا؟ واش تخطبتي؟ واش هضر فيك شي حد؟ واش عندك علاقه مع شي واحد؟ انا بديت كنضحك وقلت ليه والله ما عندي الوقت حتى فين نحك راسي، يلاه مضاربه مع المصاريف ديال الدار. شويه ويقول لي شوفي، نهار تفكري ديري العرس كلشي على حسابي، انا اللي نتكلف لك بالعرس من الاول حتى الاخر. انا في ديك اللحظه ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي. اويلي الراجل ما شايفنيش قدامه كاع، احياني وهذا ظهري وانا عارفاه. شويه وانا نقول ليه ما نكذبش عليك، انا نهار نفكر نتزوج غنتزوج بهذاك اللي كنبغيه. ويقول لي وتخيلي انا عارف اللي كتبغي شكون هو. قلت ليه لا راه ما خدامش معانا، باش غتعرفوا. قال لي وما جالسش قدامك دابا. انا في ديك اللحظه تزيزنت وليت كندور في عينيا. قال لي وارتاحي، راه انا معجب بك وراه كتعجبيني وراني كنبغيك. طرت بالفرحه وقلت اخيرا وصلت لداكشي اللي بغيت. وليت انا وياه تقريبا 24 ساعه حتى النهار اللي مرتو ساقت لنا الخبار وصيفطت ليا شي زوافريه من التمين فرشخوني عصا، حتى هي كانت معاهم. انا ما كنتش كنعرفها، ولكن منين سلخوني مزيان حتى سخفت ومشيت للسبيطار عيطت ليه وعاودت ليه كلشي، ومن خلال المواصفات اللي وصفتها ليه قال لي هذيك راه مراتي. من هذاك النهار ولا معاها يوميا في الصداع وفي المشاكل، وفي الاخر طلقها وجرى عليها واصر انه يتزوج بيا ضد فيها. فعلا تزوجنا ودرنا حفله كبيره غير بيناتنا حنا العائله. مشيت معاه لدارو ولكن حتى شي واحد ما كان عارفنا فين ساكنين، خايف من مرتو اللي يمشي شي واحد يوصل ليها فين ساكنين وتولي دايره شي مصيبه. عشت معاه لمده ديال 5 شهور ما مخليني محتاجه والو، اللي حليت فيها عينيا تحضر حتى النهار اللي غنكتشف راسي اني حامله فيه. هذاك النهار نط ربي اللي مطالع بيا، حالتي لا حالة الله، فيا السخفه وقلبي مغيلف عليا. نضرجي داك النهار قال لي شوفي انا رانا مشاهير رفيسه وضروري ديريها ليا، وانا عارفه كيموت وكيتسط على رفيسه ويقدر ياكل فتوج قصاري ما على بالوش. قلت لي ان شاء الله ما يكون على خاطرك، واخا انا حاسه براسي ماشي هذيك ولكن والله حتى نديرها لك. يلا بديت كنعجن في المسمن، هو يقول لي جري دخلي للبيت
راه المعلميه جايبه لي شي سلعه وراه بغيت ندخلها من الكراج ولكن ما لقيتش الساروت، والحل الوحيد هو انني ندخلها من الدار للكراج. فعلا انا مشيت للبيت وطلعت، الفضول كلاني لقيتهم مدخلين كراطن، ماشي كبار وماشي صغار ولكن هما بزاف ديال الكراطن. منين سالو كمل قال لي شوفي عندك تدخلي للكراج ولا تقربي لشي حاجه، انا راني غادي للخدمه. اجيان شت حالتك في شي شكل، ياك معيانه بزاف، اش غديري؟ ديري مناقص من هذيك الرفيسه. قلت لي لا لا صافي انا راه بديت فيها نكملها ماشي مشكل. قال لي الا حسيتي براسك عييتي كثر ديري مناقص. قلت له لا عكون هاني ان شاء الله غادي تلقاها واجده. وفعلا مشيت كملت شغلي، ولكن انا مولفه كنطيب بضامه البنه، ضروري خصني نديرها في الطياب. جيت نقلب لقيتها تقالات ليا، بقيت جالسه وحاطه يدي على حنكي قلت المهم اش غادي ندير. وانا نتفكر ان الكراطن اللي دخل راجلي المكازه كانوا كلهم ديال ضامه البنه بالاشكال والانواع، هادشي اللي بان مكتوب في الكراطن على برا. قلت وخوت برا فيا وقال لي ما تقربيش لداك الشيء، غادي نمشي نحل شي كرطونه ونهز وراه ما غادي يدي ما غادي يجيب. فعلا داكشي اللي درت، وهزيت وحده وديتها باش نكمل بها الطياب. منين حليتها بان لي لونها بشي شكل، قلت لي مالك كدايره، ولكن مع العيا ومع الدوخه وليت باغا غير امتى نسالي ونمشي نحط راسي نتكا واحد شويه. فعلا طيبت وساليت ووجدت ومشيت تكيت وتسنيت حتى جا، سقيت ليه وطحنا فيها انا وياه عاميين. قال لي تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه، واخا كان فيها شويه المذاق شي شكل ولكن زوينه. انا ما قديت نقول ليه والو، خفت تكون ديك ضامه البنه قديمه ولا شي حاجه واللي داير فيها واللي اش قربك ليها ضربت الطم، حيت 100% منها غيكون هادشي. شويه يقول لي انا غادي نمشي نعس شويه، ما قدش نعس، ناض فيه واحد الهستيريا خطيره ديال الضحك. انا شفتو ابتسمت قلت ليه الله يخليك يا سيدي ديما فرحان، اش هاد السعاده؟ قال لي والله ما عرفت، راني حاس براسي غنطير بالفرحه. حتى انا عطيتها التكركير معاه حتى طلعتنا الصهده وجانا العرق بزاف، شويه ضراتني كرشي ووليت غنموت كنحس بها كتقطع وكنضحككم كنرد. شافني في ديك الحاله قال لي نوديك للسبيطار، وفعلا شدينا للطريق، ولكن راه الطريق كامله وحنا كنتزقلو من الكسيد. بطبيعه الحال راه حيت الراجل ما واعيش وحاس براسو انه ماشي هو هذاك، وداك الضحك اللي كيضحك خلعني. وصلنا للسبيطار ودخلنا للمستعجلات وكلهم تما الاطباء والفرامليه بقاو حا كيشوفوا فينا وبالطريقه ديالنا كيفاش كنديروا. دخلونا وداروا لنا التحاليل ولقاو عندنا نسبه ديال الممنوعات كثيره. انا ما عرفتش داكشي منين جانا، راجلي هنا كيكركر مع الفرامليه، انا بقيت حتى كنشوف فيه لدرجه انه تبسل عليهم، بقيت مصدومه. جا الفرملي باش يدير لي السيروم، هو شنق عليه راجلي قال لي علاش كتبسل لي على مرتي، شنق عليه وكان غيقتلو، هذا كيضرب وهذا كيضرب. تحضروا البوليس وجاو داوهم بجوج. انا في ديك الساعه كنت مشيت ندير تحليل اخرى، منين رجعت قالوا لي راجلك داوه للبوليس. ها هو اللي مالوش دار. مشيت تميت غدا تابعه حتى الكوميساريه باش نعرف شنو المشكل ونشرح لهم شنو كاين. فعلا مشيت وقلت لهم ودي راه راجلي راه اش وقع ليه واش وقع ليه، وعاودت لهم كلشي وعاودت لهم حتى على ضامه البنه. المهم انا في سياق الكلام انا بغيت غير نشرح لهم ان راجلي ما دار والو وراه سوء تفاهم. هنا البوليس شكوا وجابوا قرار من عند وكيل الملك باش يفتشوا لنا الدار. فعلا ديتهم وحليت لهم الدار ومشاو ودخلوا للمكازه. منين جاو يقلبوا لقاو دوك الكراطن كلهم ممنوعات. انا كون جبرت كل رد شقات وتخشيت فيها، عاد عرفت السبب ديك الهستيريا اللي كنت فيها انا وراجلي اشنو كان السبب ديالها. راجلي هنا غرق 15 عام ديال الحبس ولا كيطلب وكيزوق فيا، قال لي انا كنبغيك وما بغيتكش تسمحي فيا، هذاك الولد اللي في كرشك انا اللي باغي نربيه، الله يرحم لك الوالدين لا بقاي صابره معايا حتى نخرج. هو فعلا تاب ورجع الله سبحانه وتعالى وعرف انه داكشي اللي كان كيدير والتجاره في الممنوعات راها ما مسلكاش. دابا انا 6 شهور باش راجلي تسجن وانا ما قاداش، عييت كنقول كيفاش غدوز عليا هاد 15 عام، عمري كله غادي يضيع وما عرفتش واش نصبر فعلا حتى دوز هاد الفتره. وخا نعرف راسي ما غنقدرش ولا انا نشوف راسي ما يمكنش انا نبقى في هاد الحاله. 15 عام راه كثيره، راه ما ساهلاش.